ازيكم؟ في سؤال كان دايما بيزن في دماغي. ليه ما تعلمنيش واحنا صغيرين ازاي نتعامل مع الضغوط اللي بنقابلها في حياتنا؟ الحقيقة مش الضغوط بس، يعني في حاجات كتيرة كنا محتاجين نتعلم نتعامل معاها ازاي. خليني اقول لكم ايه اللي قريته في الموضوع ده، وازاي نتعامل مع الضغوط، وايه الحلول. وحضروا حاجة تشربوها وتعالوا نتكلم شوية. هحكي لكم حكاية المخ من الأول. المخ بيحب الروتين وبيحب الرتابة والحاجات المتكررة، لأنه ما بيبذلش مجهود فيها كبير. المخ ما بيحبش التغيير لأنه يخليه يستنزف طاقة ويبذل مجهود كبير. فطول الوقت إن مخك دايما عايز يفضل يعمل المألوف اللي متعود عليه كل يوم، حتى لو فضلت تعمله طول العمر. والمخ للأسف بيكون عبيط، بيتعامل مع أي تغيير على إنه تهديد. والتهديد ده هو بيبقى مش قادر يحدد التهديد ده، هل في زلزال مثلا، هل في أسد بيجري وراك، ولا مجرد عندك انترفيو مهم محتاج تذاكر له، أو أنت مضغوط شوية عشان الامتحان قرب، أو عندك ديدلاين ومحتاج تسلم فيه شغل مهم. بيبدأ المخ يحس بتهديد وهو مش مميز التهديد ده تهديد حقيقي ولا مجرد انك محتاج تبذل شوية طاقة زيادة عشان تخلص اللي وراك. طب ايه بقى مشكلة الاسترس؟ مشكلة الاسترس انه لما بيزيد عن حده البني ادم بيبطل يعرف يسيطر عليه وعلى اعراض الاسترس على جسمه، وبيبدأ يتحول انه بني ادم عنده ضغط مزمن. طول الوقت هو مضغوط، ولو الضغط خلص هيدور جوه دماغه على حاجة عشان يحس بسببها بالضغط. طب ايه المشكلة ان الانسان يبقى مضغوط طالما الضغط ده بيدينا شوية طاقة يخلونا ننجز الحاجات اللي ورانا؟ الضغط بيعمل حاجات كتير جدا في جسمنا، هقول لكم شوية منها دلوقتي. أول حاجة، الضغط بيأثر جدا على نشاطك وتركيزك. يعني أنت ممكن تحس أنك مجهد جدا وتعبان جسمانيا، ودماغك كمان حاسس أنها مرهقة بسبب أن أنت مضغوط، لكن أنت ما عملتش أي مجهود ولا حاجة يخليك مجهد وتعبان كده. وإيه كمان؟ بيأثر على النواقل العصبية. طب لما النواقل العصبية بتاعتي تتأثر بالسلب إيه اللي هيحصل لي؟ طب الأول خليني أقول لكم النواقل العصبية دي مسؤولة عن إيه. النواقل العصبية مسؤولة عن المشاعر اللي بنحسها، زي السعادة والغضب وكل المشاعر اللي بنحسها. طب إيه اللي هيتأثر لو النواقل العصبية دي بدأت تتأثر بالسلب بسبب الضغوط النفسية؟ محتاجين في الحتة دي ورقة وقلم يا ست الكل. أول حاجة، هتأثر على معدل تركيزك واتخاذ القرارات، النوم وحركة الأمعاء والإدراك والألم الجسدي. طب لما النوم يتأثر هيحصل إيه؟ نوم قليل يعني تأثير بالسلب على الجهاز المناعي، وإرهاق عام، وآلام في العضلات. طب وبعد كل الحاجات دي لما حصلت انت هتقدر تركز بشكل كويس؟ أكيد لأ، هتلاقي صعوبة في انك تأدي وتعمل اللي وراك بإنتاجية عالية. وكمان الذاكرة بتتأثر بالسلب، فهتلاقي نفسك زعلان انك مش عارف تأدي بالطريقة اللي انت متعود عليها. فالضغط مش هيقل، بالعكس انت هتبقى مضغوط وزعلان. طب اعمل ايه عشان اتفادى الفيلم الحزين اللي انا حكيت عنه ده كله؟ اول حاجة، اعرف ايه الحاجات اللي بتسبب لي الاسترس. حاجات كتير بتسبب الاسترس وانت بتبقى لا تلقي لها بالا ومش فاهم ان دي عامله لك استرس. اول حاجة، الفير اوف ميسنج اوت. الفير اوف ميسنج اوت يعني تحس انك خايف، ان حاسس ان فايتك حاجة وعايز تعمل حاجات وتدخل نفسك في سباق من غير ما تسأل نفسك انت فعلا عايز الحاجات دي ولا بتعملها عشان شايف ناس حواليك بيعملوها، فخايف تحس ان في حاجة فايتاك. وطبعا مش محتاجة كلام ان احنا محتاجين كلنا نقلل السوشيال ميديا ونختار كويس الناس اللي احنا بنتابعها، ونسأل نفسنا انا بتابع الشخص ده بستفاد منه حاجة، بسمع منه حاجة تفيدني لما بتابعه، مودي بيبقى احسن ولا العكس. تاني حاجة ممكن تأثر عليك وتسبب لك ستريس وانت مش عارف عنها حاجة، هي الفير اوف better option. ان انت طول الوقت تبقى خايف، انا اختار العروسة دي ولا في عروسة احسن، اختار الشغلانة دي ولا في شغلانة احسن هتفوتني، اختار العربية دي ولا في عربية احسن ممكن اجيبها. فطول الوقت في حاجات احسن، وطول الوقت هتلاقي في حاجات جديدة ممكن تظهر لك، في فرص جديدة ممكن تظهر لك. احنا محتاجين نوازن ما بين حتة ان انا ابقى طموح وعايز اعمل حاجة كويسة وعايز اختار حاجة كويسة، وما بين ان انا طول الوقت ابقى anxious وقلقان، احسن الاقي حاجة افضل، احسن الاقي حاجة بفلوس اكتر، احسن الاقي حاجة كذا. at some point محتاجين ان احنا نستعين بالله، نستخير
ونختار، لانه مفيش واحد هياخد كل حاجة احسن حاجة طول الوقت. وحرب المقارنات دي لما بندخلها بجد بنطلع منها خسرانين. تالت حاجة كمان ممكن تتعبك جدا هي التوقعات العالية. والتوقعات دي على فكرة مش شرط انك تبقى عندك توقعات عالية في كل حاجة حواليك. انت ممكن تكون مشكلتك في التوقعات العالية هو توقعاتك العالية في نفسك. انت عايز تجيب 10 من 10 في كل حاجة، وده عمره ما هيحصل. في حاجات هتطغي على حاجات، ورزقك هيبقى واسع في حاجات، ورزقك هيكون نص نص في حاجات تانية. فهدي التوقعات شوية من نفسك. من الحاجات كمان اللي بتسبب ضغط هي توقعات أهلك منك أو توقعات صحابك. يعني أنت ممكن تكون في عيلة باباك عايزك أحسن منه، أهلك مش بيتقبلوا فكرة إنك تغلط أو تفشل في حاجة أو تخسر أي حاجة. ده بيشكل ضغط كبير، وانت مش مطلوب منك انك تجيب 10 من 10 في كل حاجة. انت ممكن تغلط عادي، احنا اصلا عايشين عشان نغلط ونتعلم من الغلط. طب يعني يا ست الكل، الاسترس ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ اكيد بعد كل الموال الحزين اللي انا قلته ده الاسترس هيبقى حاجة وحشة طبعا. بس الاجابة انه لا، هو مش حاجة وحشة. طب ازاي بقى اتقبل واتعامل واتعايش مع الاسترس وافهم ان الاسترس ده امر طبيعي؟ مخي بيختار ان هو يعيش المشاعر دي عشان خاطر ينجز المهمات اللي عليه. السر في حاجتين، ان احنا نبقى فاهمين الاسترس ده بيجي منين، وزي ما قلنا في اول الفيديو ان الاسترس ده المخ بيعيشنا فيه اول ما بيحس بتهديد وتغيير في الروتين او اي مهام جديدة انت بتطالبه بيها، فبيبدأ يحسسك بتهديد وبيبدأ يخوفك ويحسسك بتوتر والدنيا بتبدأ تبهوأ. طب اعمل ايه؟ اول حاجة يكون فاهم الاسترس ده انا بحس بيه ليه، وخليك فاكر انه الاسترس ده هو اللي خلانا نذاكر في ليلة الامتحان ونجيب درجة كويسة، او تعمل كويس في البرزنتيشن اللي انت هتقدمها او هتشرحها لزمايلك بعد شوية ساعات، او هيخليك تخلص الشغل اللي وراك في وقت قياسي. فالاسترس بيبقى مفيد ان هو بيخليك تبذل طاقة اعلى من العادي عشان تنجز المهمات اللي وراك. فكرة انك تكون مقتنع ان الاسترس مش عدو ليك هيخليك ما تبقاش طول الوقت متأزم كل ما بتحس بالمشاعر دي، وللأسف انت هتفضل تحس بيها كتير. مفيش حد فينا تقريبا مش هيحس بسترس. عملوا دراسة على ناس بتمر بضغوطات عالية في الحياة، لقوا ان النوع ده مقسوم لنصين. نص مقتنع ان الاسترس حاجة مضرة جدا بالنسبة لهم، ودول لقوا ان نسبة الوفاة عندهم وصلت ل 43%. والنص التاني اللي كان مقتنع ان الاسترس حاجة بتفيده وبتخليه يفانكشن احسن وينتج طاقة اكبر عشان ينجز المهام اللي وراه، لقوا ان هم حياتهم ماشية بسلاسة وسلام. فالموضوع هنا واضح انه مش متوقف قوي على كمية الاسترس اللي بتمر بيها قد ما انت بتفكر في الاسترس وبتتعامل معاه ازاي. خلينا متفقين ان احنا مش هنعرف نهرب من الاسترس طول الوقت. اي حد فينا حتى لو كانت حياته فاضية وما فيهاش ضغوطات كتير فهو بيمر بضغوطات بشكل او باخر، فلازم كلنا نبقى متعلمين نتعامل مع الاسترس ده ازاي. كمان انت لو بقيت زعلان انك مضغوط فبقيت مضغوط وزعلان، فمنتظر من نفسك تمانج مين فيهم. هتقدر تساعد نفسك في ايه؟ في الزعل ولا في انك مضغوط ومش قادر تعمل المهام اللي وراك؟ وانا مش هخبي عليك ان الضغط بيأثر جدا على جودة حياتك واستمتاعك بالاشياء والحياة اللي حواليك. انا عايزاك يا صديقي تعمل شوية حاجات تساعدك تتعامل مع الضغط وتعيش حياتك بشكل احسن. اهتم بجودة نومك، حب نفسك شوية، ادي وقت لنفسك انك تقعد رايق كده وهدي وما بتعملش حاجة. اهتم بالنشاط البدني، اعمل اي رياضة، كل كويس، كل اكل صحي. ده بيأثر جدا على مودك وادائك ونومك وجودة حياتك بشكل عام. اتكلم مع حد متخصص وقت ما تحتاج. الضغط حاجة مهمة وبتسبب أمراض كتير، ما تستهنش بيها. اتعلم ازاي تتعامل معاها، مش انك تإجنور او تداري او تنكر انك حاسس بالضغط وتكابر. المكابرة مش حاجة هتساعدك خالص، لكن الكلام مع حد متخصص يساعدك انك تمانج الضغط ده وتتصرف معاه بشكل احترافي او بشكل تكون فاهم انت بتتعامل ازاي مع الضغط ده بشكل يساعدك في حياتك، هيفرق معاك كتير. الشخص المتخصص بيساعدك انك ترتب افكارك وتتعامل معاها بكفاءة وتتعامل مع الضغوطات كمان بكفاءة. خليكوا عارفين ان هرمون الاوكسيتوسين من الحاجات اللي بتأثر جدا على تقليل الضغط والتوتر وكل الاعراض اللي بيسببها الاسترس.
ازاي اساعد مخي انه يفرز هرمون الاوكسيتوسين، اني اقرب من الناس اللي بحبها، اني اتكلم معاهم، ما تكسفش ان انا ابين احتياجي ليهم او ان انا عايز احكي واقرب منهم. ما تتكسفش انك تبين ضعفك للناس القريبة وتحكي عن اللي جواك بكل شفافية. اظهر حبك ليهم وما تخافش انك تطلب المساعدة. الحب والعلاقات الإنسانية القريبة بتساعد البني آدم انه يعيش بجودة حياة احسن، وابعد عن الناس اللي بتضغطك بدون داعي. هقول لكم كووت بحبها بتاعت هانس ساليي، بيقول complete freedom from stress is death. يعني انت مش هتبطل تحس بالسترس الا وانت ميت. وده معناه ان احنا محتاجين نتعلم نتعامل ازاي مع الاسترس. فيديو النهاردة خلص. لو كنتوا كملتوا الفيديو للآخر فشكرا والله. لو كنتوا محتاجين تحجزوا سيشنز معايا اونلاين هسيب لكم الرقم اللي تحجزوا عليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوز اللي جاية. ولو حسيتوا ان الكلام ده مناسب لحد من اللي تعرفوهم ومحتاج يسمعوا، ما تنسوش تبعتوا له الفيديو ده، يمكن يستفاد منه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.